سلام أصدقائي المستمعين في بودكاست عبر نور، مساحة نتلاقوا فيها كل أسبوع باش نتشاركوا مع بعض أفكار جديدة ونتعلموا من بعض ونتأملوا في مواضيع مختلفة ومتنوعة تثري عقولنا وتتوسع آفاقنا. شكراً لانضمامكم لي في هذه الرحلة الصوتية ونتشرف بحضوركم. موضوع اليوم شو معنى شريك الحقيقي أو شريك الحياة الحقيقي؟ الشريك الحقيقي الصح مش هو الأكثر وسامة أو الأعلى راتب أو الأكثر شهرة. الشريك الصح في رأيي هو اللي نشتركه في كل شيء ويشارك بين الغرفة اللي تعيشوا فيها مع بعض كأنها قصر، والصمت كأنه أحلى حديث بالنسبة لينا. ما تدورش على الكلمات ومعناها، لأن عيونها ترجم كل ما في القلب، وترى في عينيه المستقبل ليس مستقبلا من ذهب بل مستقبلا من الطمأنينة. إنك لن تمشي وحدك أبدا، لا في السهل ولا في الأمور الوعيرة. صفاته بتكونش ملاك لكنها رفيق درب. يعني الاحترام هو أساس كل شيء في رأيي. يحترم أحلامك وآرائك وحدودك وحتى اختلافك معاه. يحترمك عندما تكون في قمة نجاحك وعندما تمر بأضعف لحظاتك. أكيد الدعم منا مهم، سواء كأنت أو أنتي. يعني لا يقتلع أحلامك ويسقيها ويقف إلى جوارك، ليس لأنه واثق إنك ستفوز أو إنك ستفوزي، بل لأنه لن يسمح لك أن تواجه الخسارة وحدك. الصدق واحد من الحاجات المهمة، وهو شعورك بالأمان، أن تقول له كل شيء دون خوف من الحكمة أو حتى السخرية. هو أن تكون أنت على طبيعتك بكل عيوبك وجنونك، فتجد قبولا وحبا منه. التفاهم كذلك هذا شيء مميز أو شيء لي أهمية في شريك الحياة الحقيقي. هو أن تتفقا أحيانا وأن تختلفا كثيرا، لكن لديكما دائما رغبة في فهم الآخر والوصول إلى أرض مشتركة. الحب لا يلغي الاختلاف لكنه يجعله جسرا للتعلم. وأكيد الشيء المهم أكيد هو المرح، وأن تجد في عينيه بيتا لروحك وفي ضحكته جرعة من الحياة. هو شريك في الصغائر واللحظات البسيطة قبل الكبائر والأزمات. الكبائر الأشياء الكبيرة، مش بمعنى الكبائر الأشياء السيئة. في رأيي علاش يتم اختيار شريك الحياة، أو لماذا الاختيار أهم من أي شيء آخر؟ يعني الاختيار مهم لأن في رأيي لأن الحياة ليست شيء عابر أو ماشي. يعني ستأتي أيام فيها المطر غزير والرياح عاتية. في هذه الأيام لن ينفعك جمال الوجه ولا رصيد البنكي. ما سينفع هو يد تمسك بيدك في العاصفة، وعينان تمنحانك القوة لمواصلة السير، وقلب يقول لك خذ راحتك، أنا هنا. الزواج مش غاية في حد ذاتها، بل هو رحلة واختيار صحيح. هو أن تختار ربان للسفينة الذي تثق أنه يقودها معك في هدوء البحر وفي هيجان وسط المحيط. كلمة أخيرة لنا في العادة، كلمة أخيرة بدون لف ودوران. لا تستعجل وما تختارش من يجعلك تشعر إنك نصف إنسان بحاجة لإكماله.
اختر من يرى فيك إنسان كاملاً ويريد أن يسير بجوارك لا خلفك ولا أمامك. اختر من ترتاح معه نفسك قبل عينيك وتطمئن له قلبك قبل عقلك. فالحياة طويلة بصعوبتها وجميلة بمن نختارهم لنسير معهم. أتمنى لكل شخص إنه يلقى شريك حياته رائع، وشخص اللي فعلا تقول الحمد لله الذي جعل نهايات طريقي الموحشة فيها بدايات سعيدة وطريقنا يكون معا. زي ما قال شمس تبريزي: الأمان أعلى منزلة من الحب، فلا تقترب أبدا حين تنبهر، واقترب فقط حين تطمئن. كنت معاكم في هذا البودكاست البسيط نور، ونتمنى تعطوني آراءكم في التعليقات، وهذا رح يسعدني جدا. وشنو المواضيع اللي حابين إن احنا نتكلموا فيها. نتمنى لكم كل الحب، والسلام عليكم.